السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل، عاملين إيه؟ كل سنة وانتوا طيبين. الأكلة بتاعت النهاردة دي لازم أساسي عندنا في العيد، الكشري المصري الخطير. الولاد بقى قال إيه، عاوزين يطلبوا النهاردة كشري. قلت لهم لا، على مين؟ تعالوا النهاردة نعمل حبة كشري، في حبة كده تريكات بسيطة قوي، بس هيعجبكم قوي قوي، خطير بجد. البصل مقرمش، والكشري النهاردة بقى ايه، خطير. وهنحط فيه كمان حبة عدس أصفر كده. انسوا بقى، انسوا. كشري من الآخر فاخر. أقول لكم حاجة أحلى من اللحمة والفراخ. يلا النهاردة نعمل الكشري الخطير ده. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي، زي العسل. طيب، أول حاجة هنبدأ بيها كده البصل. هنبتدي بقى ايه، نقطع البصل كده علشان نعمل حبة تقلية حلوين. تمام. البصل المحمر بتاع الكشري علشان يبقى مقرمش، أول حاجة ما تقطعوش تخين، وبرده ما يبقاش رقيق قوي. تمام، علشان لو رقيق قوي هيطرى منك وهيتحرق بسرعة. ولو تخين برضه هيبقى طري، ومش هيبقى مقرمش. تمام. طيب، انا هنا كنت حاطه الحمص من الحاجات اللي بتاخد وقت شويه رغم ان انا نقعاه. تمام. حبه حمص كده علشان الكشري. انا كنت نقعاه على فكره، ويفضل ان انت تنقعيه من بالليل كمان، لان ده اكتر حاجه بتاخد وقت في البقول، في السوى بتاعها. تمام كده. هديت عليه النار وغطيته، وتعالوا بقى نبتدي نحمر البصل. احنا هنا حاطين حبة زيت كده، الزيت ده اللي هنستخدمه في الكشري كله، يعني مش هستخدم زيت تاني. تمام. وادي هنا كمان انا عامله الكشري النهارده كده بطريقه كده مختلفه عن كل مره، بس حلوه قوي برضو. حتى العدس كده يستوي، وهقول لكم ليه بقى. بصوا، احنا عملنا الكشري بطرق كتير، عملناه مع بعض في حله واحده، وعملناه من غير حله واحده بس بطريقه مختلفه، طرق كتيره قوي للكشري. طريقه النهارده دي هتعجبكم ان شاء الله، انا واثقه. تمام. تابعوا كده الفيديو وان شاء الله هتعجبكم. طيب، حمرنا البصل زي ما انتم شايفين كده، ما حرقناهوش. تمام. هنبتدي نشيله بقى ونحطه في طبق ايه، يكون واسع شوية. وبعد كده نشيله نحطه بقى ايه في مكان بعيد عن البوتاجاز خالص، بعيد عن الحرارة، علشان يقرمش معانا وما يطراش. بصوا مقرمش اهو وجميل. تمام. نشيله بقى كده، حطيه بقى لو مثلا تحت شباك المطبخ او مكان بعيد عن البوتاجاز. طيب، انا هنا فضيت الزيت. بصوا العدس كده استوى في حبة مية. في الحالة دي تعملي ايه؟ هتصفي المية دي، يعني العدس استوى بس في مية، هتعملي ايه؟ هتدلق المية؟ لا طبعا، المية دي كلها الحديد بتاع العدس. بصوا انا صفيته اهو وركنتهم، هقول لكم هنحتاجهم. وببتدي اسلق المكرونه. ده الزيت اللي انا صفيناه بتاع البصل، علشان هنعمل منه بقى الصلصه، ونحط منه على المكرونه والكلام من ده. ودينا بنحمر كمان الشعريه. تمام. طيب، اقول لكم ايه، ده هنا انا حاطه مكرونه اسباجيتي على مكرونه صغيره. انا ما بصفيش المكرونه اول ما بشطفهاش اصلا، ما بشطفهاش، ركزي يا سهير. بصفيها وبعد كده بحط عليها زيت. طب انت حطيتي ايه بقى هنا؟ حطيت حبه عدس اصفر بعد الشعريه ما اتحمرت، وهفضل اقلب في العدس كده، يعني حبة حلوين، لحد لما لون العدس يتحول من اللون البرتقاني للون أصفر. ده ضروري يا جماعة علشان العدس يبقى مفلفل معاكي. بصوا هنا أنا صفيت المكرونة أهو، ما شطفتهاش. بنزل عليها حبة زيت من بتاع البصل، بيديها ريحة رهيبة، رهيبة جدا يا جماعة. وأقلبها كده تقلبتين، هتبقى مفلفلة وجميلة. تمام. وادي زي ما قلنا العدس الاصفر بيدي الكشري طعم حلو قوي، كمان بيزداد قيمة غذائية. كلنا عارفين العدس الاصفر وفوائده. شوحته حلو قوي، لازم زي ما قلنا حبات العدس تبقى لونها اصفر مش برتقاني اهو. تمام كده. بصوا انا بحاول اوريه لكم يعني. نزلت هنا بقى بالرز، وهبتدي ان انا ايه، اشوحه حلو حلو كده. زي ما قلت لك دي طريقة مختلفة يعني عن بعض طرق الكشري. في كشري بنعمله العدس مع الرز مع كله. طيب، حطيت حبة ملح وحبة كمون،
وكمان حاطه ميه في الكاتل، وبرده لازم اشوح الرز كويس قوي لما انزل بيه. هنا بقى حبه الميه العدس اللي احنا صفيناهم، بصوا حطيتهم على الكشري. ما هو انا مش هسيب العدس يتهري، او مش هصفي الميه بتاعته وارميها، فهعمل ايه؟ اصفيه والميه اخدها احطها على الكشري، بتديله طعم حلو، وكمان نستفاد بالقيمه الغذائيه اللي في الميه بتاعت العدس. هنا بقى هبتدي اعمل الصلصه. معانا معلقه توم مفروم، وعلى فكره في كشري انا بعمله كمان بالبصل بس بطريقه تانية. تمام، عملنا الكشري بطرق كتيره قوي، الطريقه دي من اجمل الطرق يا جماعه. اولا الرز مع العدس الاصفر مع الشعريه بيبقى حلو قوي. انا هنا ما حطيتش العدس يا ابو جبه لاني عاوزه كده يبقى شكل الكشري حلو. الولاد عاوزين يجيبوه من بره، قلت لهم لا، هعمله لكم انا بقى واظبطه لهم كده واخلي شكله كده ايه تحفه. لما بنحطه في حله واحده بيبقى شكله مش قد كده يا جماعه، خلينا واقعيين. المكرونه على العدس على كله بيبقى مفيش حاجات نرصها كده على الطبق. انا هنا بقى حطيت حبة الصلصة تتسبك، حطيت حبة ملح وحبة سكر صغيرين، وحطيت حبة كمون. تمام، وهنسيب الصلصة تتسبك كده ونغطيها. بس خلي بالك صلصة الكشري ما بتبقاش ناشفة قوي، يعني لما تتسبك زوديها حبة مية. بصوا بقى الكشري، بصوا الرز مع العدس مع الشعرية، بصوا مفلفل وجميل ازاي، وريحته تحفة جدا، وحبة المية بتاعت العدس اللي احنا نزلنا بيهم مدياله لون حلو قوي وكمان ريحة جميلة. وادي الكشري بتاعنا خلاص اتظبط. جبنا بقى ايه، بصوا البصل، بصوا بقى مقرمش وجميل ازاي. وهنا بقى الطماطم دي قطعت طماطم كده وحطيت عليها عصير ليمون وحبة خل، وتقدري تحطي توم بس انا ما بحبش احط توم، بحب احط طماطم كده متقطعة كده قطع مكعبات على الكشري، بتبقى حلوة قوي. الولاد بقى عايشهم الدور. بصوا المكرونه يا جماعه ما شطفتهاش، بصوا مفلفله ازاي. بصي ما تشطفيهاش، حطي عليها زيت اول ما تصفيها على طول، بتبقى حلوه قوي مفلفله كده وجميله. بس قلبيها كل شويه، ودايما حطيها في حاجه واسعه، يعني ما تحطيش مكرونه كتير في حاجه ضيقه. وهنبتدي بقى، انا جبت لهم ايه الاطباق اللي هي الفويل دي اللي بيشتروها من المطاعم وكده، علشان اعيشهم بقى اللحظة واوريهم بقى الطاجن الكشري اللي بيجيبوه او علبة الكشري الشكل بقى ايه بالظبط. وهبتدي هنا بقى نقدم الكشري بتاعنا. بصي عملناه ما خدش وقت خالص. وزي ما قلت لكم يا جماعه، انا هنا ما تقدري تحطي كله مع بعضه عادي يعني، بس هتعملي ايه لو كله مع بعضه؟ بتحمري البصل، وبعد كده لازم تنزلي العدس ابو جبه ياخد غلوه، علشان العدس برضو بياخد سوا شويه، وخصوصا لو عدس بجبه بلدي. تمام، بس بقى كده بيبقى برضو الشكل أقيم. بتحطي بقى ايه، عدس كده من فوق ومع المكرونة، بتديها طبقة والرز طبقة والعدس طبقة، بيبقى شكل الطبق حلو. عن الكشري السريع عملناه قبل كده، بس بقى يعني ده كشري روقان بقى شوية. على فكرة أقول لكم حاجة، أنا كمان كنت بحمر شعرية مخصوص لوحدها وأسويها، وأحب أحطها كده برضو على الكشري، يبقى طبقة شعرية وطبقة عدس. هتقولوا لي غلبة، شوية يعني، بس بيبقى شكل الطبق خطير قوي، خصوصا لو عندك ضيوف عاوزة تظبطي الولاد ورايقين كده نعمله. وبنرص الاطباق بتاعتنا. بصوا بقى حبة كشري، اقول لكم ايه، والله يا جماعة فعلا بيبقوا احلى من اللحمة والفراخ. مش في كل وقت يعني، عشان ما بقاش كذابة ومنافقة لا، في اوقات كده بنبقى نفسنا محتاجين حاجات حرشة كده. تمام، علشان ما حدش يقول لي كذابة يا سهير. اللحمة والفراخ والله اوقات بنبقى عاملين لحمة وفراخ، وسبحان الله مبقاش عندنا قابلية ليهم زي الاكلة دي. ربنا احيانا بيخلي الاكل كده، خصوصا الاكلات البسيطه بيبقى ليها طعم كده، خصوصا على قد ظروفه. ربنا يوسعها على الناس كلها يا رب. الله بقى، شايفين بقى عملنا الكشري. وعلى فكره بصوا انا حطيت ما شاء الله الاطباق دي، بصوا بقى مليانه ازاي. نقلع بقى كده الجلافز كده علشان ناكل الكشري بتاعنا الخطير ده. واقول لكم بقى بصوا ما شاء الله بحبه، ده ربع كيلو عدس على فكره اللي انا عاملاه، وحبة عدس يعني ما يكملوش ربع كيلو طبعا اللي هو العدس الأصفر، حبة مكرونة، حبة رز نص كيلو. عملوا لنا ما شاء الله كمية، على فكرة الحلل لسه مليانة، يعني تعمل قد الكمية دي مرتين. يلا قوموا اعملوا حبة كشري كده لزوم القعدة الجميلة ومع حبايبكم، وعيدوا وعيد سعيد عليكم يا رب.
ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم حطوا لايك. الدنيا واقعة شوية. تمام. واعملي لي متابعة على الفيسبوك، اشتراك على قناتي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.